السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل طريقة سلق اللحمة للبنات المبتدئة بطريقة سهلة وبسيطة، وبتطلع اللحمة معانا مهاش زفرة وطعمها جميل جدا. يلا بينا ندخل. اول حاجة كده حطينا حلة على النار، وهنجيب هنا كده هنجيب معانا كده الدهنة بتاعة اللحمة او اللية. هنقطعها كده ونسيبها لحد ما تتسيح بقى، لان يا بنات ما بنشوح اللحمه بالليه او الدهن بتاع الجاموسه او الجمل حسب نوع اللحمه اللي احنا بنطبخها، بتبقى طعمها تحفه والشوربه بتبقى طعمها سمينه وجميله جدا. اول حاجه كده انا سيحت الدهن، هسيبه بقى كده لحد هوطي عليه النار عشان ما يتحرقش وما ينزلش السمنيه او الزيوت اللي فيه. تمام، او الدهون اللي فيه يعني. هفضل وطيت النار كده، وهفضل اقلب فيها واتك عليها كده على اساس تنزل كل كمية الدهون اللي فيها. تمام، هسيبها بقى هنا لحد ما تسيح كده. بس هي مكة. نعم، ماشي. وهنا كده خلاص بعد ما ساحت معايا زي ما انتوا شايفين كده، نزلت كل كمية الدهون من غير ما تتحرق، بقت اللون اللي هو الاصفر ده. تمام، زي ما انتوا شايفين اهوت كمية الدهون دي، ما حطيتش زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. بجد يا بنات، لما بنطبخ اللحمة بالدهنة ما بنحطش لها سمنة ولا زيت، بيبقى طعمها يعني تحفة ما شاء الله. مش هتحتاجي بقى سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. وهنا كده خلاص، بعد ما سيحتها هغسل اللحمة غسلة بسيطة، يعني شطفة وما نلمسهاش. يعني هي اللحمة هنحطها في المصفى، هنحط عليها مية شطفة بسيطة جدا من غير ما نلمسها ولا نقلب فيها ولا اي حاجة عشان الزفارة بس. تمام، وبعد ما تتصفى هنزل عليها كده في الدهنة اللي انا حطيتها ديت، زي ما انتوا شايفين كده بالراحة كده زي ما احنا شايفين. بس يا كوكو، هنزل بكمية اللحمة اللي عندي ديت. لحمة بقري، انا بحب اللحمة البقري جدا، طعمها احلى بكتير من الجمسي. وهنا كده برضو كنت جايبة مواسير او اللي بتبقى جواها النخاع ده، عشان الناس اللي بيبقوا من خارج مصر ولا كده. دي حاجة كده بتبقى الركبة زي الركبة وفيها نخاع من جوه، بتبقى طعمها جميل برضو، بتدي للشوربة طعم ونفس جميل جدا. هفضل بقى اقلبها كده عشان تنزل كل السوائل اللي فيها. لما بنشوح اللحمة يا بنات وهي في الدهنة كده، وكمان نحط عليها بصل صغنون، يا الهي بقى الطعم بيبقى تحفة. وكمان بتنزل كل الزفارة بتاعتها، وبتحسوا بقى ان انتوا بتاكلوا لحمة بطعم ونفس زمان فعلا. ما بحبش الطريقة اللي احنا بنغلي مية وبعدين نسقط فيها اللحمة والكلام ده، لا بحسها زفرة جدا وما بتبقاش حلوة. جربوها انكم تشوحوها الاول وتطلقوا تنزلوا كمية الدم، تخليها تنشف والمية اللي فيها، بجد هتفرق معاكم في اللون وفي الطعم وفي النفس اللحم. لا هتلاقوا بقى لونها غامق من جوه، ولا هتلاقوا ريحة زفارة ولا طعم زفر، بالعكس هتلاقوا طعم جميل جدا. هنا بقى انا بحب احط على اللحمة وهي بتتشوح بصل من الصغنون ده، بجد بيديله طعم خطير. تمام، جربوها بس بالطريقة دي وهتدعولي. بس اهم حاجة يا بنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت، وشجعوني كده عشان ان انا اتشجع وانزل فيديوهات تحفيزية للبنات اللي لسه بتتعلم، متجوزة جديد بقى وبتتعلم الطبخ جديد. ان شاء الله هعمل لكم روتينات برضو محفزة وجولات كده في البيت وفي الشقة وتنظيمات، على اساس ان انا اشجعكم باذن الله. بس اهم حاجة شجعونا انتم ويعملوا لي لايكات وكومنتات من اللي بتشجعنا وبتفرح قلبي دي، وربنا يفرح قلبكم ان شاء الله يا رب، ويصلح حالنا جميعا ويكرمنا ويرزقنا بالرزق الحلال. هنا كده بشوح اللحمة زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي، بجد بتدي طعم خطير جدا. وهنا كده خلاص بعد ما نزلت كمية المية اللي فيها، بجد الريحة كانت طالعة جنان.
بجد بنصحكم لو انتم من النوع اللي بيطبخوا اللحمه، بيغلوا الميه الاول وبعدين يضيفوا اللحمه، بنصحكم تشوحوها الاول. بجد هتدعولي في الطعم والريحه، كل حاجه هتفرق، ولون اللحمه من جوه يبقى فاتح معاكم وجميل. هنا نزلت كده بالماسوره، احنا بنقول عليها هنا ماسوره، مش عارفه بقى او ركبه، مش عارفه عندكم بتقولوا ايه، بس هي كده الماسوره ديت اللي بتبقى فيها الفخده، متعلقه فيها الفخده، ويبقى جواها النخاع. النخاع ده مفيد جدا للعظم، للعظام اسفه، مفيد جدا للعظام وللشعر، يعني ما شاء الله جميل كده ومقوي جدا للاطفال. يا ريت يا بنات، عشان الجيلاتين اللي جوه النخاع ده بيزود بيزود كده بيزود البروتين في الجسم، وطبعا مفيد جدا للبشرة والعظام يعني جميل جدا، له فوائد كتير. يعني انا اوعى من وانا صغيرة اسمع ان له فوائد كتيرة وقريت عنه، له فوائد كتيرة جدا جميل. هنا بقى كده جبت طماطمية، انا بحب احط طماطم على اللحمة، بتديها بتشيل الزفارة كده، بتبقى مديها طعم بلون محمر كده جميل جدا. انا حطيت واحدة وهرجع احط واحدة تاني، انا بحب الطماطم جدا، بس يا كوكو بحب الطماطم جدا في الاكل. وهنا كده غطيتها، اسيبها بقى اللي هي تشرب المية الزيادة اللي في الماسورة واللحمة وكده. هنا كنت غليت مية في الكتل ونزلت عليها بالمية السخنة، واول ما تبدأ تغلي كده هشيل الريم اللي على الوش ده. الريم دوت بيطلع من اللحمة والماسورة، هشيله كده علشان ايه الشوربة بتاعتي تبقى رايقة وما فيهاش اي شوائب خالص. وكمان الريم دوت لو سيبناه في الشوربة وهي بتغلي بيسبب انها تبقى فيها سنة زفرة كده، فانا هشيل الريم كده بالمعلقة او المعلقة السيليكون او اي حاجة عندكم، وبعدين هقلبها تقلبها كده واسيبها بقى عشان ايه تاخد وتد مع بعض كده وتستوي زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا علينا وعليكم يا رب. الطريقة دي جميلة جدا، وشايفين بقى قد ايه ان الشوربة طالعة سمينة وجميلة. بنشيل كل بقى اي ريم طالع على الوش كده بشيله. بجد يا بنات، اللي جرب الطريقة انها يشوح اللحمة الاول قبل ما يحطها، بجد هو عارف الطعم عامل ازاي. وهنا بقى كنت بحط لها ملح، قربت بقى تستوي قبل ما اطفي عليها كده بتاع 5 دقايق. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا. الشوربة رايقة وعاملة ازاي، ما شاء الله جميلة جدا، بالطعم ما اقولكوش كان روعة. كده خلاص معايا استوت زي ما انتوا شايفين اهوت. شوفوا اللهم بارك اللهم بارك، بألف هنا، يعني ما شاء الله الشوربة عاملة ازاي، بجد خرافة. جربوها بالطريقة دي يا بنات وهتدعولي. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس وتفرحوا قلبي كده بالكومنتات الجميلة، والسلام عليكم.